بنتكلم في ايه؟ في اول جلسات تعارف بين العروسين. هل بنتكلم بس هي في قبول ولا لا؟ ما هي ممكن يكون في قبول بين الطرفين، بس الاثنين بعد كده يكتشفوا بعد الجواز ان الشخصيات والحاجات اللي هم بيحبوها، الحاجات اللي هم عايزين يعملوها، ما هماش متفقين فيها وما عرفوش يتواصلوا مع بعض صح اثناء فتره التعارف. اسالها كل الاسئله اللي انت عايزها، المواضيع كلها ما تنحصرش في دماغك على الايحاءات الجنسيه او الكلام الجنسي ان احنا هنقدر نتوافق مع بعض جنسيا ولا لا، لا لازم تبقى عارف هي بتشتغل، هي هتشتغل بعد الجواز وهتوفق بين البيت والشغل ولا لا، بين الدراسه والشغل ولا لا، هل دي الام اللي انت عايزها لاولادك؟ هل ده الاب اللي انت عايزاه وهتوافقي عليه لاولادك، ولا هو كل همه ان هو يشتغل يجي بعد الظهر يلعب بلاي ستيشن ولا هيلعب اكس بوكس وهيخرج مع اصحابه، ما عندوش اي التزامات، ما بتحمليهوش اي التزامات تجاه اولاده فيما بعد، وتفاجئي بالكلام ده بعد الجواز وبعد ما بقى عندكم اولاد، وتكتشفوا ساعتها ان انتوا ماشيين في طريقين مش هيتقابلوا في اي نقط اهتمام ولا اي تواصل من اي نوع. لازم تعرفوا الحاجات دي. اساليه عايز تتجوز ليه؟ يقول لك عايز اتجوز عشان عايز اتجوز. لا، في حاجه اسمها عايز اكون اسره، عايز يبقى عندي التزامات، عايز اساعد اولادي، عايز اخلي منهم نموذج كويس، ولا بس عايز اتجوز للجواز وخلاص. اعرفوا بعض كويس قوي، فتره التعارف فتره الخطوبه مهمين. بنتكلم في ايه؟ في اول جلسات تعارف بين العروسين. هل بنتكلم